السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطبق ديال الدجاج معمر بحشوه لذيذه في المذاق مرافق بالخضر. كيجي صحي وكيجي هائل. مروا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج حبات الليمونه محمضه او لا مصيره، غادي نحتاج القشور ديالها كذلك اللب ديالها، المعدنوس، 5 الفصوص ديال الثومه، الهريسه، 50 غرام ديال الزيتون مقطع، 50 غرام ديال الشومبينيو او الفلفل. وبالنسبه للتوابل غادي نذكرها معكم في طريقه التحضير. غادي نحتاج 4 الحبات ديال الكبده ديال الدجاج و2 حبات ديال البصله مقطع على شكل مربعات، باكيه ديال الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الارز، خديت منها 3 الحبات، خويت عليهم الماء غليان، وقبيصه ديال الملحه تصبحوا على هذا الشكل. غادي نحتاج هنايا 2 دجاجات، كل دجاجه تقريبا فيها كيلو 800 غرام حتى 2 كيلو. نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للطريقه كنضيف هنايا 2 معالق ديال الزيت، وغادي نضيف لهم 2 حبات ديال البصله مقطعين على شكل مربعات، راس معلقه ديال الملحه، وغادي نوضعهم فوق عافيه متوسطه. غادي نكملوا الباقي. غادي نضيف هنايا تقريبا 3 المعالق ديال المعدنوس او البقدونس. غادي ندير في هذه المعاسه 5 ديال الفصوص ديال الثومه، كتقدروا تحكوهم او لا كتقدروا ديروهم في آلة الكهربائيه، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نستمر يعني بنفس الآلة اللي عندي حتى غادي نمعسهم كاملين بهذه المعاسه. صافي من بعد ما كملت 5 ديال الفصوص غادي نضيف بالنسبه للتوابل. كنضيف هنايا معلقه ديال السكينجبير او الزنجبيل، راس معلقه ديال الملحه، ونص معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ومعلقه ديال الخرقوم او الكركم. عندي هنايا غادي نضيف 2 معالق ديال الزيت، وبنفس المعلقه غادي نضيف 2 معالق ديال الماء عادي. صافي وغادي نخلط الكل حتى غادي تنسجم ليا التوابل كامله. من بعد ما انسجمت ليا كامله كنضيف لهنايا معلقه ديال اللب ديال الليمون محمض او الليمون مصير اللي كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. هنا غادي نخلط الكل وغادي نخلي على جانب، وغادي نمروا باش غادي نكملوا بالنسبه للمقله. بالنسبه للمقله او البصله راه تشحرت، كنضيف لها هاد الكبدات يعني 4 الحبات، وكنبقى نخلطهم او نحركهم حتى كيتشحروا مزيان مع البصله كما شفتوا حتى كيصبحوا على هذا الشكل. صافي دابا غادي نطفي على العافيه وغادي نخليهم على جانب، وغادي نمروا باش غادي نكملوا الباقي. هنا بالنسبه للشعريه غادي نضيف لها 50 غرام ديال الليمون او قشور ديال الليمون مصير، 50 غرام ديال الزيتون مقطع على هذا الشكل، يعني من الافضل يكون مقطع رقيق بهذه الطريقه. وغادي نضيف 50 غرام ديال الشومبينيو حتى هو كيكون مقطع، بالنسبه للشومبينيو معلب. وغادي نضيف هاد اللي تبقات ليا ديال الليمون، اللب ديال الليمون. كنضيف هنايا بالنسبه للتوابل معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الكمون. غادي نضيف راس معلقه ديال الهريسه، وكتبقى اختياريه غير هي كتعطيها واحد المذاق لذيذ. وغادي نضيف بالنسبه للبصله والكبده اللي وجدنا حتى هي كنضيفوها كامله مع الشعريه. غادي نضيف هنايا المعدنوس تقريبا 1 2 معالق كبار ديال المعدنوس طري. صافي نخلط غير شويه. وغادي نضيف بالنسبه للشرموله اللي وجدنا مع بعضياتنا كنضيفو هنايا تقريبا 1 معلقه كبيره ديال الشرموله، وغادي نخلط الكل. هنايا كتقدروا تذوقوا الا كانت ناقصه من الملحه كتقدروا تضيفوا الملحه، اولا كتقدروا ديروا ضامه ديال البنانين، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد ما خلطتها كامله وصبحت على هذا الشكل غادي نمروا باش غادي نشرملو الدجاج. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للدجاج غادي نشرملو بالشرموله اللي وجدنا مع بعضياتنا، غادي نشرملو عادي، غير كندخلو الشرموله مزيان في الدجاجه. ملي كنكونوا كنشرملوها كندخلوها بهذه الطريقه يعني في الجوانب كاملين باش كتجينا الدجاجه لذيذه. غادي ناخذ واحد السكين او لا واحد الموس، وغادي نحاول ندخلو في الصدر ديال الدجاجه بهذه الطريقه يعني على الطول ديال السكين. كندخل في هذا الثقوب اللي درنا هاد الشرموله مزيان باش كتجينا الدجاجه لذيذه. في نفس الوقت غادي نشرمل الدجاجه الثانيه بنفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه كما شرملت الدجاجه الاولى. غادي نستمر حتى غادي نشرملهم بجوج. ومن بعد
في نفس الوقت غادي نعمرهم بالحشوه اللي وجدنا. هنايا انا غادي نعمرهم في نفس الوقت، يعني كنشرملهم في نفس الوقت وكنعمرهم بالتعميره اللي وجدنا اولا الحشوه اللي وجدنا. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نعمر الاولى كذلك والثانيه، وغادي نخليهم كيرتاحوا لمده واحد ساعه، ومن بعد غادي نخيطهم. من بعد ما مرت ساعة خيطتهم كاملين كما كتشوفوا، وربطت لهم الرجيلات ديالهم بالخيط. من الافضل نربطوهم بالخيط باش كيكون الخيط صحي. هنا غادي نجيب واحد القطيب ديال المشوات، وغادي نثقب الدجاجات بالقطيب المشوات. غادي ندير فيهم يعني الثقوب كاملين باش بواحد السرعه كيطيبوا لينا وما كياخذوش لينا وقت طويل في الفرن، وكذلك كيجيو نفتيين. هنايا غادي ناخذ واحد 2 معالق ديال الزبده، ضفت لهم راس معلقه ديال الملحه وخلطتهم، يعني زبده عاديه كنضيفوا لها راس معلقه الملحه. خلطتهم مزيان وكندهن بهم هاد الدجاج باش كيجي نفتي، وكذلك كيتحمر لينا في نفس الوقت. ما كنحتاجوش ناخدو وقت طويل باش كنحمروه، والدجاج كيجي نفتي. صافي هنايا غادي نوضعهم في واحد المول اولا في صينيه اللي غادي ندخلها للفرن. درت لا بابيل كويزين اولا ورق المطبخ، وضعت فيها هنايا الدجاجات. وبالنسبه للحشوه اللي تبقات ليا، جبت بابيل كويزين درتها فيه وكنغلفها بهذه الطريقه باش غادي نوضعها مع الدجاجات، يعني في الصينيه اللي غادي ندخلو للفرن. يعني الطريقه كتجينا سهله وبسيطه وكتجي صراحه لذيذه بهذه الطريقه. هنايا غادي نغلف الدجاجات بورق المطبخ وكذلك ورق بابيل الومنيو، وغادي نزير الجوانب مزيان. ضروري كنزيروا الجوانب مزيان باش ما كيخرجش لينا البخار. من بعد ما غلفتهم مزيان غادي ندخلهم الفران، وغادي نخليهم كيطيبوا لمده ساعه على عافيه كتكون قليله. وغادي نمر باش نكملوا الباقي الخضر. هنا عندي 800 غرام ديال البطاطا، ضفت لها راس معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الزعتر، وغادي نضيف هنايا تقريبا 2 معالق ديال زيت الزيتون راه كافيه. غادي نخلط الكل. بالنسبه لهاد البطاطا كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه، كتجي لذيذه في المذاق. من بعد ما خلطتهم غادي نوضعهم في الصينيه غلفتها بورق المطبخ. وبالنسبه للخضر اللي غادي نرافق بها الدجاج، عندي هنا بطاطا، وغادي نضيف كذلك بالنسبه للخيزو اولا الجزر. عندي هنايا تقريبا 800 غرام ديال الخيزو اولا الجزر. غادي نضيف له راس معلقه ديال الملحه وراس معلقه ديال الابزار، وغادي نضيف معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال المعدنوس اولا البقدونس. غادي نضيف هنايا عصير ديال نصف ليمونه صغيره اللي كتواتينا بزاف خيزو اولا الجزر. غنضيف هنايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط الكل حتى غادي ينسجم ليا. بالنسبه لهاد الخضر كتجينا ساهله بهذه الطريقه وكذلك كتجينا لذيذه. غادي نضيفهم مع كذلك البطاطا اولا البطاطس، يعني غندخلهم في صينيه وحده كيف ما شفتوا. غادي نغلفها مزيان بورق المطبخ وورق بابيل الومنيو ونتلاقاكم. هنا من بعد ما غلفتها غادي ندخلهم الفران، غادي نخليهم كيطيبوا لمده 40 دقيقه، ومن بعد نتلاقاكم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الدجاج معمر مرافق بالخضر اللي كيجي لذيذ في المذاق وكيجي صحي. كنقدموا لكم بالصحه والراحه والهنا، وكنضرب لكم موعد الى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم، دمتم في رعايه الله وحفظه الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.